رح أعرفكم مباشرة على ضيفتنا رندا ضو، اللي يمكن صرتوا تعرفوها. رندا صارت من أهل البيت. الموضوع اليوم إدارة الوزن. رندا، قبل ما رحب فيكي رح ارجع اذكر المشاهدين حضرتك متخصصه بالعلاج الايحائي السريري واليقظه الذهنيه. موضوع اليوم عن اداره الوزن. بخليني اسال اول سؤال لحضرتك قبل ما اقول لك مرحبا. كيف يعني كوتش حضرتك لايف كوتش، كيف حضرتك فيك تساعد الاشخاص انهم يعملوا اداره وزن؟ اوكي. اليوم الدايت، انه اليوم يكون عندنا وزن زايد وبدنا نشيله. اكيد بنفكر اول شيء بشغلتين، بنفكر بالتمارين الرياضيه وبنفكر بالاكل. نعم. خليني اقول لك انه التمارين الرياضيه والاكل هن شيء مادي، مش شيء له علاقه، منه حسي، منه مشاعر، منه نفسي. فمشان هيك في معتقدات كثيره عند مثلا الامريكان بيقولوا انه تقريبا ثلث الاسباب لزياده الوزن هي انه نحن ما بنعمل تمارين رياضيه. صح. تقريبا ربعهم بيقولوا انه نحن ما بناكل اشياء هيلثي، يعني اشياء صحيه. ثالث شغله، اليوم اذا بدك تفوتي بدايت بدك تشتري الاكل الصحي ومكلف. طبعا. اوكي. واكثر شيء اليوم كمان صعب هو الالتزام. في 4 أشياء هن معتقدات بعقلنا، انه اليوم الاكل الصحي غالي، انه اليوم اذا بدنا نحن نخفف وزن او نقص وزننا بدنا نعمل سبور ونشتغل على الاكل. اذا بنرجع للاساس، اليوم الاكل هو نيوترال، يعني ما له قيمه انرجي او طاقه. هو بياكل نيوترال. اوكي. بيجوع بياكل. اوكي. هلا نحن ليه اليوم ككوتشز او ثيرابيست بنهتم بإدارة الوزن؟ يعني وين دورك أنت بالموضوع؟ هيدا أنا السؤال الأبرز 100%. لأنه الأكل، إذا بدنا نرجع شوي للتاريخ، الأكل هو جوي، هو فرح. طبعا. بتلاقي بأعياد الميلاد احنا من الأكل من مد سفرة، بنجيب كيك، بنتشارك بكيك. من نحن وصغار إذا عملنا شغلة بيعملوا لنا ريورد بكيك، بكيفونا بشوكولا. وإذا ما عملنا هيدا الشيء ما بيطعمونا شوكولا. فبعقلنا ننحرم من الأكل إذا عملنا شيء مش منيح، وبيعطونا أكل إذا نحن اليوم عملنا شيء كتير منيح. ونحن مع حالنا بنتعامل بهي الطريقة 100%. مشان هيك الإيموشنال بارت أو الشق النفسي كتير مهم. حتى إذا بنرجع كمان للولد، أول شيء بياخدوا الولد بياكله هو حليب الأم. حليب الأم هو كريمة وفات، في دهن. اذا اليوم بدك تقارنيه بهامبرجر مع تشيز بيطلع تقريبا نفس الشيء. لحظه، هلا رندا عم تشهينا على الاكل. فتخيلي اليوم حتى بالسيلبريشنز، مثلا بالجراديويشن، اذا الواحد تخرج، اذا الواحد في عرس، في خطبه، فتقري من مد سفره. وخصوصي بمجتمعاتنا العربيه موضوع الاكل موضوع اساسي. صحيح. نعم. فاليوم الاكل بالنسبه لنا بمعتقدنا هو جمعه، مشاركه، فرح، سعاده. فمنشان هيك نحن بنحب انه ناكل. فاذا بنكون اليوم حزنانين، اول شيء بيجي عبالنا خليني اروح افتح البراد واكل. طبيعي. من هون اليوم في ناس العكس يعني، بس اجمالا نحن بناكل لا بس نكون زعلانين، لانه مبرمجين بالتاريخ تبعنا بمعتقدات معينه اللي حكينا فيها، انه الاكل هو فرح وسعاده. رح نتابع معك رندا، لكن كمان بعد فاصل قصير. خليكن معنا. نتابع معكم مشاهدينا ومع ضيفتنا رندا ضو، وموضوعنا اليوم إدارة الوزن. كوتش رندا، إدارة الوزن بيتطلب مجهود شخصي وبيتطلب يمكن مساعدة من متخصصين، فشو نصيحتك للمشاهدين؟ أوكي.
اول شيء اليوم بدي انا اساله للشخص شو الهدف اليوم من انك انت تنقص وزنك وتاكل شيء صحي. نعم. لانه اليوم اذا حتى اوقات مثلا هو بينصح لانه رح اعطيك يعني يكسب وزن. في بيقولوا سكندري جين، في يعني سكندري جين انه اليوم بيربح اذا بقي عنده زياده وزن، لانه ممكن مرق معي هيك حاله انه في حدا ما بيحبه هو كتير ضعيف وما بده يشبهه، فاليوم اذا صار عنده انخفاض بالوزن بصير بده يشبه الشخص اللي ما بيحبه، فبيضل هو عنده زيادة وزن. هذا الشيء نفسي بنشتغل على الموضوع انه نعالج هذا السبب اللي هو مسبب له هذا هو ربحان من زيادة الوزن عنده، لانه عنده ربح تاني عم بيكون هو اليوم. يعني هالقد موضوع الوزن مثل ما دايما بنقول بيتعلق يعني بطريقه حياتنا، بشو مرقنا، بتجارب بالاشخاص اللي محيطين فينا او اللي مرقوا بحياتنا. صحيح. مش بس بيتعلق بشو عم ناكل وشو عم نشرب. صحيح. من هون بتجي اداره الوزن اللي حضرتك بتساعديهم كمان. قولي لي كيف الطريقه اللي بتساعديهم. اوكي، اول شغله بدنا نعملها بدها تبلش مراقبه الذات. كيف يعني مراقبه الذات؟ يعني اليوم انا بدي اقول له لهذا الشخص بدك تراقب حالك خلال اسبوع وقت اللي انت تحس بالجوع. اول شيء اكيد هذا عبر اذا بدك اوراق بيعبيهم، اوكي، بكازيه بيعبيهم. هل يا ترى اليوم انت جوعان؟ وين حاسه بجسمك الوجع؟ حاسه بمعدتك؟ الجوع الجوع حاسه بمعدتك ولا براسك؟ إذا بمعدتك معناتها أنك أنت عن جد جوعان. إذا براسك بدنا ننبش شو الفكرة اللي إجت على راسك اللي خلتك تفكر تروح تاكل أو تفتح البراد لحتى تاكل. أوقات مثلا بنقول زهقان، مليت بدي أروح أو مش عارف شو بدي أعمل بروح باكل، أو عصبت بروح باكل. هيدي الأسباب اللي عم تحكي عنها مثلا ستريس. بيصير الواحد ياكل أكتر. على فكرة الأكل أو أكتر شيء السكريات بحاجة لها الدماغ. بيعلي نسبة الدوبامين بالدماغ مثل الريورد، إنه أنا أكلت هلأ شوكولا علي الدوبامين انبسطت، مكافأة جيدة 100%. فالشفت اللي بالعقل بده يصير للشخص اللي بده يعمل إدارة وزن. أنا بدي بلاجر، يعني بدي اليوم متعة هلأ ولا بدي أنا متعة لبعدين؟ مثل السعادة، أنا بدي سعادة هلا ولا سعادة آنية ولا بدي أنا سعادة على طول على مدى طويل. من هون بنخلق له الفيوتشر سيلف، يعني بنخليه يشوف حاله مثلا بعد سنة سنتين كيف حابب يكون شكله، شو حابب يلبس، أي ثياب، شو الاحاسيس اللي بحس فيها اذا هو اليوم خفض وزنه. طيب كوتش، هون هل بيكون في متابعه من قبل اخصائي التغذيه مع حضرتك، او بتقدري تشتغلي على هذا الموضوع من خلال جلسات لحالك؟ هلا هو بيجي لعند ثيرابيست او كوتش، بيكون هو زهقان من عدد الاوراق بمراحل كثيره اللي عامل فيها دايت 20,000 مره وما ماشي الحال، لانه عم يشتغلوا على الشق المادي اللي هو قديش بتاكل، شو بتاكل. الشيء نيوترال، بس هني ما اشتغلوا على الشق النفسي بالموضوع. بيراقب حاله. ساعتها اليوم بيعرف حاله شو نوعيه الاكل اللي عم ياكلها وقت اللي هو يحس بجوع، ان كان بمعدته او بعقله، شو الافكار، شو المشاعر. من خلال اذا بدك هالفيدباك نتيجة بيبين اليوم انه مثلا هو حاسس حاله انه هو الون لحاله، وحيد. وانت بتعرف انه الفود له علاقه بالانترتينمنت، يعني بالمشاركه والقعده مع الاصحاب وهيك. كنت عم تحكي قبل شوي. فبيروح بياكل لانه براسه بيفكر اذا اكل هو كانه قاعد برفقه، يعني بشعور هيدا البلاجر او المتعه كانه قاعد مع اصحابه. اوكي.
او مثلا اذا اكل ماك مع تشيز بذكره بفوت وهو عم يشرب حليب امه اللي هو كريمي او فاتي اللي هو في دهن. سو هيك بصير لما يراقب حاله بصير عن جد يعرف بالضبط شو هي المشكله الاساسيه. سو من خلال هيدا الشيء بنقدر نحن نكتشف السبب النفسي او الشق النفسي لموضوع اداره الوزن. لكن مشاهدينا اذا في حال عم تتكرر عندكم حاله الوزن الزائد، يعني عم تضعفوا بترجعوا بيطلع وزنكم، يمكن صار لازم تتوجهوا عند متخصص، عند لايف كوتش مثل الكوتش رندا اللي دائما بنذكركم انه فيكم تتواصلوا معها عبر الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه، وطبعا مواقع التواصل الاجتماعي. رح نوقف فاصل قصير ونرجع لكم. نرجع معكم مشاهدينا مع موضوع إدارة الوزن مع كوتش رندا ضو. كوتش رندا كنا عم نحكي عن موضوع الأكل، وحضرتك ذكرتي انه هو الاكل متعه يمكن يكون من الاسباب اللي بتخلينا ناكل ونكسب وزن، وانما حتى الناس اللي ما عندها وزن زائد عندها متعه بالاكل، يعني هيدا شيء ما فينا ننكره. صحيح. فشو نصيحتك هون، يعني اذا نحن بنحب الاكل او كمان هيدا شيء وهمي وما في شيء اسمه بنحب الاكل، يعني يا ريت تفسري لنا. اوكي، هلا نحن بنعتمد على بدائل. مثلا اذا شيء فيه دهون كثير بنساله للكلاينت او للشخص هو شو عنده اشياء بديله، لانه دائما الاقتراحات ما بتجي من عنا، بتجي من عند الشخص اللي هو ناوي يخفف وزن. سو نحن اليوم اذا بدك بنخليه بمحل معين، انه اداره الوزن تبعيته رح تخليه يكون عنده امتنان انه هو نقص من وزنه، لانه هيدا الشيء رح يحقق له اشياء كثير لبعدين. يمكن عنده طموحات ما بعرف، في عنده تياب بالخزانه حابب يلبسها، في عنده بلكي مهنه حابب يعملها والوزن مأثر عليها. مزبوط. يمكن عنده امراض اليوم اذا خفف من وزنه، مثلا اذا عندهم امراض قلب او عندهم سكري او عندهم اوجاع باجريهم. سو كل ما نحن اليوم اكلنا هيلثي صحي ونقصنا من وزننا، هذا شيء بمحل ثاني حيربحنا. فنحن بنضوي على على الصوره الكبيره اللي بدنا نوصلها بعدين 100%. هلا كيف نحن بنوصل له اياها؟ بنوصل له اياها عبر العلاج الايحائي السريري، انه كل الاقتراحات اللي نابعه منه للشخص من هد العقل الواعي بالهيبنوثيرابي او العلاج الايحائي السريري، وكل الاقتراحات اللي هو اقترحها بندخل له اياها بعقله اللاواعي بأسلاك جديدة ومعتقدات جديدة، بصير يتصرف على أساسها لأنه هو بده إياها وثقته بتكبر، لأنه هو الحل عم بيطلع من عنده 100%. وهيدا الشيء بينطبق على الأشخاص اللي بدها تزيد شوي من وزنها نفس الشيء. فينا كمان نشتغل هيدا، لأنه الأشخاص عندهم العكس. فينا نشتغل عليه كمان، انه عندها اكيد اذا كان عندها شق نفسي اكيد بيتعالج. فينا كمان نشتغل على مثلا اذا هو اكل بيحبه كثير مثل الشوكولا، اللي اكثر شيء الناس بتحب الشوكولا، فينا نستبدل صوره الشوكولا بصوره اكل هو ما بيحبه. يمكن هو ما بيحب الثوم مثلا، اوكي، ففينا نحن اليوم بس يجي بده ياكل الشوكولا نقدر دغري نستبدل دخل صورة الثوم بالشوكولا، ما بعود ياكل. يعني بفهم منك انه بدها متابعة، يعني صعب شوي يمكن يعملها الانسان من تلقاء نفسه، الا بده يعمل اطلاع يمكن كثير. هي بكل بساطة بدنا نغير معتقدات، يعني بدنا نشيل المعتقدات القديمة اللي موجودة بعقله اللاواعي، اوكي، ونستبدلها بمعتقدات جديده نابعه من الشخص بحد ذاته، من الاقتراحات تبعيته. مثل كانك عم تزرعي حبوب جديده لحتى ترجع تنبت بذور جديده، لحتى تنبت اذا بدك بلانتس جديده او اشجار جديده. هو
نابعة منه من خياراته، وهو منتظر هالنتيجة 100%. رندا، بعتقد غطينا جزء كبير من الموضوع. أنا بشكر وجودك معنا دايما بمواضيع مهمة كتير لتطوير ذاتنا، وإن شاء الله كمان أيضا نلتقى معك بحلقات سابقة. ومشاهدينا أنا كمان بشكر متابعتكم لنا، ونحن دايما جاهزين إنه نسمع أسئلتكم واقتراحاتكم لمواضيع أنتم حابين تسمعوها. بنهاية حلقتنا بحب أشكركم متابعينا، بحب أشكر كوتش رندا ضو اللي رفقتنا بهالحلقة. شكرا لك سوسن. أهلا وسهلا فيكي كوتش رندا. وطبعا بذكركم أنكم فيكم تتواصلوا مع كوتش رندا عبر الأرقام اللي عم بتمر بأسفل الشاشة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الشكر كمان ودائما متجدد لسالون ملكة اللي عم بيرافقني خلال الحلقات، وأيضا الشكر اليوم للأستاذ بهاء الخولي مدير كافيه إشبيليا اللي اليوم استضاف عنده بهالجلسة الحلوة. والشكر الدائم والمتجدد للمخرج نادر حشاش، وإلى اللقاء.